كنت اتمنى في يوم من الايام ان انا اتفرج على فيديو يكون مدته كبيره، يكون يلخص كل حاجه، لكن للاسف ما كانش في حد خالص بيتكلم على المجال ده. فابتديت ادفع فلوس على مواقع الكورسات عشان ابتدي اتعلم حاجات كتير جدا اتعلمتها كان نفسي اتعلمها بدون مقابل، اتعلمتها بفلوس. انا جاي اقدمها لك النهارده فعلا من غير ولا مليم. الكورس بتاع النهارده، الدوره التعليميه اللي انت هتتعلم فيها كل حاجه النهارده، كل حاجه مجانا. لو انت بتفكر تشتغل في البيت ويبقى عندك مصدر دخل ثابت خاص بيك، فالفيديو ده ليك. احنا هنقدم النهارده كورس متكامل عن مجال يعتبر من اهم المجالات في 2026. المجال اللي جايين نتكلم عليه النهارده في ناس بتحقق منه مصدر دخل ثابت كويس جدا بيغنيها عن الشغل عن اي مجال تاني على النت. فالنهارده انا جاي اقدم لك كورس متكامل مجاني بالكامل. مش كل اللي انا عايزه منك ان انت تركز معايا وتجيب فنجان قهوه وتجيلي عشان اشرح لك كل التفاصيل بتاعت حلقه النهارده، او ككورس مكثف بالكامل قدمته لك على السطح عشان تفهم العبره الكامله من تقديم الكورس بتاع النهارده. ان المجال اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده هو مجال يوزر جنريتد كونتنت، اللي هعلمك كل تفاصيله النهارده من البدايه للنهايه، من اول ان انت ازاي تقدر تجيب اول عميل، ازاي تقدر تصور المنتجات، يعني ايه اقدر اتفاوض مع عميل، ازاي اقدر اوصل معاه لديل كويس جدا، ازاي اعرف احافظ على العميل، ازاي ما اخليش العميل يسرق شغلي بعد ما اتعب فيه، ازاي تتعاقد مع العملاء، ازاي تكسب فلوس من غير ما يكون عندك معدات احترافيه، ميكروفون احترافي، من غير حتى ما يبقى عندك قاعده جماهيريه ولا حد حتى يعرفك. الحلقه بتاعت النهارده هتكون دليلك الكامل في مجال اليو جي سي. فعلا حلقه النهارده دي لو انت ما قدرتش تتفرج عليها سيبها، اعمل لايك واركنها. المهم انك تبقى فاضي، ذهنك رايق، تبقى معاك فنجان القهوه وقاعد بتتفرج بروقان ومعاك ورقه وقلم وتسجل معايا كل معلومه ليها قيمه انت شايف ان هي هتفيدك في المجال ده لو نويت فعلا تبقى يو جي سي كرييتور. هنتعلم النهارده 9 حاجات في الكورس بشكل مجاني بالكامل. اول حاجه ازاي تختار النيتش الخاص بيك، لان مجال اليو جي سي فيه اكتر من 100 نيتش. ازاي تختار النيتش اللي يتفق مع مهارتك الشخصيه انت، لان مهارتي انا غير مهارتك انت غير مهاره اخوك. كل واحد فينا ربنا رزقه بمهاره معينه. تاني حاجه ازاي تعرف تعمل بورتفوليو خاص بيك، وده هيبقى جزء عملي. البورتفوليو ده هتعرف توصف فيه نفسك وتحط فيه صورك وبعض المقتطفات عن اسعارك في مجال اليو جي سي. تالت حاجه ازاي تعرف تعمل سابقه اعمال خاصه بيك انت وترفع شغلك من غير حتى ما يكون معاك منتجات او من غير ما تتعاقد مع عملاء تانيين. رابع حاجه ازاي تعرف تصور بالتليفون بتاعك تصوير محترم واحترافي كويس جدا يناسب العملاء ويبقى الفيديو بتاعك ليه تمن. خامس حاجه ايه هي معدات التصوير اللي انت هتحتاجها في فيديوهاتك زي المايك والترايبود والكلام ده كله، وايه اسعارها، وايه ارخص حاجه من غير ما ادفع. يعني انا مش عايز ادفع في الليله دي كلها اكتر من 500 600 جنيه، هو ده راس مالي في الدنيا. ازاي بقى اعرف اوجه راس مالي ده في معدات تخدم لي شغلي فعلا. سادس حاجه انا ما معيش غير التليفون، ازاي هعرف اعمل مونتاج احترافي، ايه هي برامج المونتاج اللي ممكن استخدمها وهتعلم عليها ازاي. سابع حاجه ازاي اعرف اتواصل مع العملاء واوصل لديل بيني وبين العميل ويبقى التواصل بين انا والعميل سهل جدا. ثامن حاجه ازاي اعرف اتفاوض مع العميل تفاوض صح بدون اي مشاكل وما يخليش العميل يهرب مني مجرد ما اجيب. تاسع حاجه والنقطه دي مهمه جدا، ازاي اخلي العميل ما يسرقش شغلي، يعني ما ياخدش الشغل بتاعي ويفك من غير ما يحاسبني عليه، لان هو هيبقى عباره عن فيديو. ايه اللي يضمن ان انا لما اديله الفيديو ما ياخدش الفيديو ويبلغ فرار؟ مجرد ما يكون محتاج العميل ده فيديوهات يو جي سي تانية يدور عليا. في البدايه لو انت مش عارف يعني ايه يو جي سي، خليني اوضح لك الفهم الاول بتاع المصطلح. يو جي سي او يوزر جنريتد كونتنت هو ان انت تعمل محتوى ومحدش يكون يعرفك خالص. يعني انت ما عندكش اي متابعين، ما عندكش حتى اصدقاء يعرفوك، انت فعلا شخص مهمش ومجهول، الوجه الغير معروف ومألوف بالنسبه للكل. انت تقدر تستفيد منه افاده كويسه جدا. ليه؟ هفهمك ليه. تعال نرجع بالزمن في اول 2006 الى 2024. اي شركه كانت بتحب تعمل اعلان، وليكن مثلا براند كريم، براند مشروب غازي، اي حاجه من الحاجات دي، كانوا بيروحوا يجيبوا نجم مشهور ذو قاعده جماهيريه زي محمد صلاح مثلا، ويستغلوا القاعده الجماهيريه اللي عنده ويدفعوا له فلوس كويسه جدا مقابل ان هو يعلن عن المنتج بتاعهم. المنتج بتاعهم يلاقي شراء كبير، لان الشخص ده عنده قاعده جماهيريه، فهم بيعتمدوا او بيستندوا للقاعده الجماهيريه اللي عنده. طبعا الكلام ده من بعد 2024 ل 2026 الناس بقى عندها وعي، الناس بقت فاهمه ان الشخص ده مش بيعلن عن المنتج ده عشان المنتج ده ذو قيمه، لا، هما فهموا ان الشخص ده بيعلن عن المنتج ده عشان واخد فلوس كتير قوي. فبالتالي الناس فقدت الثقه
في المنتج وفقدت الثقة في منشئ المحتوى أو الشخص المشهور وفقدت الثقة في الشركة نفسها. لذا مجال اليو جي سي اتوجد، خلى الشركات تدور على أشخاص مش معروفين ذو وجه غير مألوف محدش يعرف عنهم حاجة، يعملوا إعلانات وياخدوا مقابل مادي ضعيف جدا مقابل إن هم يصوروا المنتجات بتاعة الشركات دي. طيب الشركات استفادت إيه من الناحية التانية؟ الشركات استفادت من الناحية التانية حاجتين. الحاجة الأولانية إن هي دفعت أقل، مش هتجيب طبعا نجم مشهور زي محمد صلاح لشخص مش معروف أو مجهول، كده هياخد أقل من النجم المشهور ده بكتير جدا. الاستفادة التانية للشركة إن الشخص اللي بيقدم الإعلان ده هو شخص مش معروف، يعني بالنسبة لهم الشخص ده بيقدم تجربته الشخصية الحقيقية للمنتج، يعني وليكن مثلا اشترى المنتج استخدمه استخدام شخصي، وبالتالي ده بالنسبه لهم مش بيعمل اعلان للقاعده الجماهيريه، فممكن يدفعوا له فلوس مقابل ان هو ياخد الفيديو ده ينشره على النت على صفحته الشخصيه، او ياخد الفيديو ده يبعته لهم وهم يدفعوا له ثمن المنتج، وبعد كده هم ياخدوا الفيديو ده ينشروه على صفحتهم الشخصيه ويعملوا له اعلانات، فانت تكون استفدت كمان من الاعلانات دي لان انت تبتدي تتعرف. السؤال الاهم هنا، هل المجال ده محتاج راس مال؟ لان انا سمعتك بتقول تصوير، يعني انا اذا محتاج تليفون كاميرته كويسه، يا اما محتاج كاميرا بروفيشنال، يا اما محتاج ميكروفون بروفيشنال، والحاجات دي اسعارها غاليه جدا. انا فعلا تحت الصفر، معيش امكانيات اصلا ادفع حاجه في مجال استثمر فيه وانا مش ضامن نسبه نجاحه. عشان تنجح لازم تبقى صادق مع نفسك، لازم تبقى فاهم كويس جدا ان كده كده انت معاك تليفون وكده كده الكاميرا بتاعته على قدها، فانت هتستغل الكاميرا بتاعت التليفون بتاعك، لان انت كده كده مش هتحتاج تصور فيديوهات احترافيه، انت كل اللي هتحتاجه تصور المنتج اللي العميل هيبعته لك. طب العميل هوصل له ازاي؟ هجاوبك بس خليك معايا. يعني من الاخر كده المجال ده ما فيهوش راس مال؟ لا، هو فيه راس مال عشان اكون صادق معاك، بس راس المال بتاعه قليل قوي مقابل قيمته. يعني تخيل معايا ان محتاج راس مال منك حوالي 300 400 جنيه بس. طب دول بتوع ايه؟ لان هخليك تشتري ميكروفون، الميكروفون ده هيحسن جوده الفيديوهات بتاعتك، ومحتاجين منك لمبه من اي حته في الشقه تكون الاضاءه فيها كويسه، او ما عندكش لمبه وما عندكش ميكروفون ممكن تطلع تصور في السطح، تستخدم اضاءه ربنا اللي على فكره ما فيش احسن منها في الدنيا. اضاءه ربنا فعلا هتخلي لك الفيديوهات بتاعتك احترافيه وجودتها فعلا كويسه جدا. طب يا هندسه المجال اللي احنا فيه ده محتاج ان انا اتعلم فعلا ويبقى عندي خبره؟ اكيد طبعا، لان المجال اللي جايين نتكلم عليه النهارده ده محتاج ان يبقى عندك خبره كويسه في مجال المونتاج. فعلا لازم تكون بتعرف تعمل مونتاج كويس، لان فيديو متعوب عليه بتصوير كويس من غير مونتاج انت فقدت قيمه الفيديو. برنامج واحد مش صعب عليك تتعلمه عشان تقدر تعمل لنفسك دخل كويس. خلينا نقول ان البورتفوليو هي صفحه اعمالك، الحاجات اللي انت عملتها قبل كده على النت، يعني صورت منتجات قبل كده، فالعميل يبتدي يشوف ان انت شغلك كويس فيبتدي يقتنع بيك ويبتدي يتعاقد معاك. طب انا لسه مبتدئ، ده اول مشروع ليا، هجيب لستة الاعمال دي منين؟ عشان تعرف تعمل بورتفوليو كويس وانت لسه ابيض يا ورد لازم تجمع كل حاجه حواليك، يعني اي حاجه حواليك تصلح ان انت تعمل لها انبوكسنج جمعها وحطها حواليك. جايب مثلا ماوس جديد، جايب كيبورد جديد، جايب شاشه تلفزيون جديده، جايب موبايل جديد، جايب اي حاجه بسيطه صغيره حواليك جمعها وابتدي اعمل لها فيديوهات صغيره، اتدرب عليها واعمل لها مونتاج صغير وابتدي ارفعها على الصفحه بتاعتك، هتلاقي نفسك عملت شويه فيديوهات كويسه جدا تصلح ان لما تعرضها على عميل هيشوف ان انت اوريدي اشتغلت مع ناس قبل كده، عملت لها ريفيوهات قبل كده. فانت تخيل معايا جمعت 30 منتج حواليك انت مستقل بيهم، بس هم فعلا منتجات عادي جدا، منتجات جمعتهم حواليك وابتديت خدت المنتجات دي رحت عملت لها ريفيو، فاصبح عندك 20 30 فيديو. فهمت المبدأ؟ عشان تقدر تختار نيتش لنفسك في مجال اليو جي سي لازم تفهم الاول يعني ايه نيتش. النيتش هو المجال الخاص بيك، الحاجه اللي انت بتفهم فيها، مش مجرد تعبي. يعني ما ينفعش مثلا تجيب فيديوهات اكل على فيديوهات مثلا اجهزه الكترونيه على فيديوهات طبيخ، ما فيش منه الكلام ده. لازم تبقى متخصص، تشوف الحاجه اللي انت بتفهم فيها وتظبط البورتفوليو بتاعك عليها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بفهم في الكمبيوتر، انا كخالد بفهم في الكمبيوتر، فاذا كل الشغل بتاعي كل الفيديوهات اللي انا هصورها هتكون ليها علاقه بالكمبيوتر، هتكون ليها علاقه بالالكترونيات بتاعه الكمبيوتر. طيب في حاجه اسمها ماكرو نيتش. ايه هو الماكرو نيتش؟ الماكرو نيتش هو مجال مشتق من النيتش. يعني وليكن مثلا انا من جوه الكمبيوتر كله انا متخصص في الشاشات، الشاشات دي انا متخصص فيها جدا، فابتدي اعمل فيديوهات ليها علاقه بالشاشات. اي شاشه بقى في البيت هصورها، شاشه تلفزيون، شاشه كمبيوتر، هتكلم عن شاشات التليفونات كده. اي حد هيجي يدور على حاجه ليها علاقه بالشاشات انا بالنسبه له هكون الخيار الامثل. ليه؟ تعال نفترض كده افتراض، لو انت في يوم من الايام حبيت تشتري تليفون وقدامك محلين، محل ليه علاقه بالتليفونات، في التليفونات والجرابات بتاعت التليفونات والسكرينات والكلام الجميل ده كله،
محل ليه علاقه بالتليفونات 100%، بيبيع التليفونات بقى بكل انواعها. محل جنبه بيبيع تليفون بسعر ارخص، بس فيه تليفونات، شاشات كمبيوتر، حوامل، اضاءات، لمبات، تكييفات، مراوح، دفايات، اجهزه كهربائيه. هتثق تشتري التليفون بتاعك من انهي؟ من المحل ده ولا من المحل ده؟ اكيد هتختار محل ليه علاقه بالتخصص، ان انت تختار التليفون اللي انت هتشتريه من مكان يكون متخصص في التليفونات. او العميل لما بيجي يختارك انت او يختار شغلك بيختار شخص متخصص، بيفتح البورتفوليو بتاعه، بيفتح سابقة اعماله، كل ما يلاقيه متخصص في الحاجة اللي هو طالبها كل ما بيختار الشخص ده. حتى لو فتحنا اي مكان او اي جروب ليه علاقه بمجال اليو جي سي وبصينا هنلاقي ان كل العملاء بيطلبوا يو جي سي كرييتور متخصص في مجال الملابس، يو جي سي كرييتور متخصص في مجال الاكسسوارات. يعني مش اي حاجه تشتغل فيها، لازم تبقى متخصص في المجال بتاعك اللي انت بتفهم فيه. والنقطه دي مهمه جدا، لان انا شفت ناس كتير جدا قد يكون 80% من الناس اللي هي شغاله يو جي سي كرييتورز يلا سمك لبن تمر هندي، انا بعمل فيديوهات اكل، على فيديوهات اكسسوارات، على فيديوهات تليفونات، على فيديوهات اي حاجه بقى، يلا انا بصور كله. ده شيء غلط. كده انت هيجيلك شغل اقل من الشخص اللي متخصص في حاجه واحده بس. هتقولي طب ما انا لما اتخصص في حاجات كتير جدا هلاقي شغل كتير. اوعى تفتكر كده ابدا. انت كل ما تبقى متخصص في حاجه معينه كل ما الشغل هيتعرض عليك بشكل اكبر. عارف ليه؟ هفهمك ليه. لان انت لما تعرض نفسك على ناس كتير فكره ان هم يختاروك في وسط المنافسين هتبقى كبيره، صح؟ لكن لما تعرض عن نفسك لواحد طالب المجال اللي انت شغال فيه هيقبلك بنسبة 100%. ليه؟ لان هو انت متخصص في المجال اللي هو طالبه. فانت هتلاقي عميل بصعوبة، بس لما تلاقي عميل هيختارك انت دونا عن غيرك، لانك مش شغال سمك لبن تمر هندي. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا في الجزء الخاص بالبورتفوليو على موقع كانفا. دلوقتي احنا كلنا عارفين موقع كانفا. اللي ما يعرفش موقع كانفا هتخش على جوجل وتكتب كلمة canva.com. هسيب لك اللينك بتاع السايت اسفل الفيديو. المفروض ان احنا دلوقتي هنعمل البورتفوليو اللي احنا عرفناه قبل كده. طيب مجرد ما اعمل اكونت على موقع كانفا هخش على كلمة تمبلتس دي او قوالب لو انت عندك كانفا باللغة العربية، وهتكتب هنا UGC بورتفوليو. تكتب يو جي سي بورتفوليو. تمام. هتلاقي عندك نماذج كتير جدا، ممكن تقدر تختار النموذج اللي انت عايزه. انت كل اللي انت بتعمله قبل ما تخش على اي نموذج انت بس بتمرر الماوس كده او بتخلي صباعك من على التليفون لو شغال على التليفون يجي على البورتفوليو بالمنظر ده. هتلاحظ ان البورتفوليو بيتعرض لك كل دي بورتفوليوز خاصة بناس شغالة في اليو جي سي. يعني ده مش شيء خارق او شيء جديد. زي ما انت ما شايف ده اسم الشخص، تمام، اللي هي الشخصيه دي، وهتلاقي مكتوب تحتها يو جي سي كرييتور. تمام. طيب هنختار مثلا البورتفوليو ده وهنبتدي نضغط على كلمه كاستمايز ذيس تمبلت عشان نبتدي نعمل كاستمايز للتمبلت ده. طيب المفروض ان انا بقى هبتدي احط الداتا بتاعتي. يعني الموضوع مش محتاج شرح عميق في الحته دي، انت كل اللي محتاجه تغير الداتا دي للداتا بتاعتك. يعني ده الاسم مثلا، فانا هسمي الاسم هنا همسحه بالشكل ده وابتدي هسميه خالد صابر. ماشي. المفروض بعد كده ان انا هغير الصور دي لصور خاصه بيا. طيب انا اغير الصور دي خاصه بيا ازاي؟ المفروض ان انا هبتدي اخد صور مع اي منتجات حواليا، اي منتجات. يعني انا مش هجيب لك الصور بتاعت اليو جي سي المخصوصه بتاعتي للمنتجات اللي انا صورتها قبل كده عشان ما تلاقيش صعوبه. انا فعلا هطلع اي منتجات حواليا. طيب عشان اقدر ارفع الصور اعمل ايه؟ هبتدي اضغط على ابلود بالمنظر ده، وبعد كده ابلود فايلز، وبعد كده هرفع اي 3 صور انا صورتهم بالتليفون بتاعي بالشكل ده. دلوقتي الصور بتاعتي اترفعت. كل اللي عليا هعمله بعد ما الصوره تنزل بالشكل ده هضغط عليها وهسحب الصوره مكان الصوره. يعني لما اضغط عليها كده هلاقي الصوره كبرت هنا. انت شايف المنظر اهي كده الصوره بتاعتي اتحطت، اتعمل لها كاستمايز، اتقصت جوه التمبلت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده المفروض ان انا هضيف صور تانية برضو خاصه بيا بالمنظر ده. اللي هنفذه في الصوره دي هنفذه في كل الصور دي. يعني انا مش عايز اوضح لك الشيء 100% قوي عشان انت برضو اسيب عندك ايه كرياتيفيتي. وليكن مثلا انا هختار صوره تانية عشان برضو اوريك. هروح لقسم الابلود، وليكن مثلا هروح رافع الصوره دي مثلا بتاعت المصاصتين دي مثلا، واروح واخدها بالشكل ده واروح رافعها مكان الصوره دي مثلا اهو كده. انا ضفت الصوره دي والصوره دي. اللي عملته مع الصورتين دول هعمله مع بقيه الصور برضو. بعد كده هلاحظ ان انا عندي بيج 1 و 2 و 3 الى النهايه.
هبتدي اختار بيج 2 مثلا. هلاحظ ان هو هنا بيبقى about me او عني. ما تحاولش تغير الترجمه دي وتخليها عربي، خليها بالانجلش. الانجليش برضو بيبقى احترافي شويه. برضو كالعاده هروح اختار اي صوره من الصور بتاعتي واحطها مكان الصوره دي كده، هي اترفعت هنا. المفروض ان ده about me، يعني عني انا، حاجات تخصني انا، الحاجات اللي انا بعرف اعملها. ده الاسم زي ما احنا ما قلنا هغيره، ماشي. وده الايميل بتاعي، هغير الايميل بتاعي من هنا مثلا وليكن. تمام. ده رقم التليفون، هكتب مثلا رقم التليفون بتاعي. دي مثلا الداتا بتاعتي او الاباوت مي، ان انا شخص كونتنت كريتور في مجال اليو جي سي بقالي سنتين، عندي سنتين خبره، انا بستمتع بالعمل مع البراندات والكلام الجميل ده كله. انت ممكن تسيب الكلام ده زي ما هو او تضيف نص للكلام ده. طيب اضيف النص ازاي؟ هروح لعمنا وحبيبنا شات جي بي تي وهقول له اكتب لي وصف احترافي عن نفسي في مجال اليو جي سي ويكون باللغة الإنجليزية. مع العلم عمري 27 سنة وأعمل في هذا المجال منذ 5 سنين. كده أنا هضغط انتر، هو هيبتدي يكتب لي وصف أو ديسكريبشن احترافي باللغة الإنجليزية ككونتنت كريتور لمجال اليو جي سي. تمام، هو كتبه اهو زي ما انتم ما شايفين. ممكن اخد نصه بالشكل ده او ممكن اخده كله. هاخده كوبي وهرجع تاني للتمبلت بتاعي وابتدي اعمل التمبلت كده سيلكت اول وابتدي احط الديسكريبشن بتاعي بالشكل ده. طب كويس قوي كده، انا وضحت لك الفكره كده. الاباوت مي خلص. ممكن بعد كده اخش على البيج 3. هنا بيكتب زي عباره تحفيزيه ان انت تتواصل معانا وهتاخد ليدز زياده والكلام ده كله، وكاتب هنا الاسم برضو ويو جي سي كريتور. يبقى انا هغير بس الاسم هنا وهسيب اليو جي سي كريتور زي ما هي. هغير الاسم بس هنا. كويس قوي. لما نوصل لبيج 4 هنلاحظ ان هو هنا عارض في البورتفوليو بتاعه دول الكلاينتس او الناس اللي هو اتعامل معاها قبل كده. يعني ده وليكن مثلا ده منتج نظارات، ده منتج ليه علاقه بالايس لاتيه، تمام، وده منتج ليه علاقه بالتشوز ستور او محل جزم، تمام، وهكذا يعني وهكذا. فانت مفروض بتكتب سابقه اعمالك. تمام. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ ركز معايا. مثلا انا مثلا هجيب صوره لبراند مثلا ميكروفون مثلا زي البراند ده مثلا، اروح واخده انا وليكن مثلا عملت ريبراندنج لنفسي، ان انا اتعاملت سبق واتعاملت مع الناس دي. انا الكلاينت بتاعي بالنسبه لي المنتج اللي انا مصوره هو ميكروفون بويا، تمام. فانا هكتب له بويا، هبتدي احط له الديسكريبشن او الوصف بتاع المنتج ده. انا مش عارف اكتب وصف، ده منتج ليه علاقه بايه؟ ميكروفون من شركه بويا، ماشي. كل اللي عليا هعمله هروح لجوجل ترجمه وهقول له تعاون جديد مع شركه بويا ومنتج ميكروفون رائع، ماشي. وابتدي انسخ الكلام ده كله كده واروح احطه له هنا. هلاحظ ان عندي كلمه لينك تو فيديو، يعني انا لو عندي لينك او عامل فيديو للمنتج ده بستعرض فيه المنتج ده زي ما احنا ما شرحنا قبل كده، وهنشرح كمان شويه ازاي نقدر نعمل فيديوهات للمنتجات زي ما اشرح لك كمان شويه. ممكن تحط له اللينك هنا بحيث ان العميل لما يضغط على كلمه لينك تو فيديو يضغط عليها هنا كده يتفتح له الفيديو مباشره. انا مش عايز اعمل الكلام ده، كل اللي عليا هعمله هبتدي اضغط عليه وابتدي اضغط على ديليت او المكان ده. طب انا عايز اعمل الكلام ده، يبقى هضغط هنا كده، هضغط هنا كده، وبعد كده هضغط على ال3 نقاط، وبعد كده هختار لينك وابتدي احط له اللينك هنا. اللينك هنا اللي هيوديني للفيديو على طول، اللي هجيبه عن طريق جوجل درايف زي ما هشرح لك كمان شويه. ماشي، انا عايز امسح، يبقى هضغط عليها كده وديليت، هتلاقيها اتمسحت. يبقى مجرد صوره وديسكريبشن ليه علاقه بالكلاينت وليه علاقه كمان بالمنتج. اللي هعمله هنا هنفذه على ال3 منتجات دول بالظبط بالملي بنفس الفكره بالظبط. اظن واضح، واظن انك لو مركز معايا مش هتلاقي صعوبه. خش على بيج 5. بيج 5 برضو نفس الكلام، بورتفوليو منتجات انت اوريدي اشتغلت عليها قبل كده. وليكن مثلا ان ده منتج معين، ده اللي احنا فيه ده منتج ليه علاقه او ليه 4 صور، ليه 4 صور. فليكن مثلا انا مصور صوره المصاصه دي مثلا
4 صور، فكل اللي عليا هعمله هاخد المصاصه كده مثلا كده، بس طبعا لازم تبقى الصور مختلفه، لازم صور مختلفه زي ما انت ما شايف كده. هو هنا نفس المنتج مصوره باوضاع مختلفه، وهتكتب الوصف او الديسكريبشن بتاعه هنا برضو نفس الفكره واضحه. هتخش على بيج 6 برضو ده نفس الكلام، ده منتج ليه علاقه بالظهور وان ده محل ظهور جديد والكلام ده، برضو نفس الكلام. باخد الصوره واحطها كده، وبعد كده ببتدي اغير الوصف، وممكن اخلي شات جي بي تي يساعدني ان انا مثلا اكتب لي وصف صغير جدا مكون من جمله عن مع شركه بويا مثلا، وليكن مثلا ان ده المنتج اللي انا شغال عليه، فهاخد الوصف ده اللي هو مكون من جمله واحده، خلاص ان هو نزل بالشكل اللي انت شفتوه ده. بعد كده هخش على صفحه 7 نفس الكلام يعني اظن واضح، اظن مش محتاجين نضيع وقت كتير في النقطه دي. نفس الكلام في بيج 7 بيج 8. في بيج 8 هو هنا بيتكلم على ان الفيديوهات هي اهم حاجه في الجيل الجديد والكلام الجميل ده كله. ممكن تسيب العباره زي ما هي او ممكن تغيرها بان انت تستبدلها بعباره ليها علاقه بالتحفيز. فانت ممكن تخلي شات جي بي تي يكتب لك يعني عبارات ليها علاقه بالتحفيز. هتسيب كلمه يو جي سي كريتور هنا، وبعد كده هتبتدي تغير الاسم ماشي. وبعد كده هتخش على بيج 9. هنا بقى التسعير، والنقطة دي مهمة جدا جدا جدا. في ناس بتحب تكتب السعر او التسعير بتاعها، وفي ناس ما بتحبش تكتب التسعير. وليكن مثلا انت هتكتب التسعير بتاعك، فهو هنا بيقول لك سنجل يو جي سي فيديو، الفيديو الواحد ثمنه $150 ماشي. ممكن انت بقى تغير في السعر. انا الفيديو بتاعي مثلا عشان انا في البدايه لسه شغال جديد هخليه $70 مثلا، هخليه $50، هخليه $10، مش هكتب التسعير. فانا همسح التسعير هنا خالص، ممكن امسح الكلام ده، وده يفضل ان انت تمسح التسعير في البدايه، لان كل عميل بيختلف عن العميل التاني. زي ما احنا وضحنا قبل كده، في عميل انت تقدر توصل معاه بالفيديو الواحد ل $100، في عميل اخره قوي $5 $10. ممكن تاخد معاه بس تاخد منه بس المنتج، وتتفق معاه ان انت المنتج خلاص بقى بتاعك، بعد كده تقدر تبيع المنتج انت. فنقطة التسعير مش قوية قوي ان انت تكتبها في البداية. الديتيلز او التفاصيل بتاعت، والتفاصيل دي مهمة قوي يا جماعة، التفاصيل بتاعت الفيديو اللي انت هتنتجه وهتعمله هيبقى تفاصيله عامله ازاي، ولازم انك تلتزم بالتفاصيل اللي انت كاتبها. يعني هو هنا مثلا بيقول لك الفيديو هيبقى 9:16. 9:16 ده اللي هو المقاس العرض بتاع الفيديو، اللي هي المقاس بتاع يوتيوب، تمام، اللي هو المستطيل ده. والاتش 264 زي مثلا ان انت تقول له الفيديو جودته هتبقى 4K، الفيديو هتبقى الامكانيات بتاعته هتكون كذا. انا طبعا مش عايز اديك صيغه تمشي عليها 100%، انا مش عايزك كوبي بيست مني، مش عايزك تنقل، انا عايزك يبقى عندك كرياتيفيتي. ايه اللي انت تقدر تقدمه؟ هتمسك مثلا التليفون بتاعك وتبتدي تخش على المميزات بتاعه الكاميرا بتاعتك، شوف الكاميرا بتاعتك بتقدم فيديوهات عامله ازاي. هتكتب له مثلا ان المونتاج جودته كذا، تمام. هو هنا بيقول لك ان الثلاث فيديوهات ثمنهم $400، الست فيديوهات ثمنهم $630، الثلاث ستيلز ثمنهم $150، ال 12 ستيلز ثمنهم $460. انت ممكن تضيف هنا الاستوريات الصغيره، الفيديوهات القصيره جدا اللي هي زي الستيلز دي، اللي هي الفيديوهات اللي هي الحاجات البسيطه زي الصور القليله، الفيديوهات القصيره، الحاجات دي لها برضو ثمنها. انت بقى تحط الديتيلز بتاعتك الخاصه بالتصوير اللي بتختلف من شخص للتاني هنا، والانتاج بتاع الفيديو هنا، والفيدباكس هنا. انت ممكن يعني ايه تقول للعميل ان انت هتضيف فيدباكس كمان للفيديو بتاعه. اما العميل يشوف ان انت بتضيف له كومنتس وبتضيف له ناس متفاعله على الفيديو بتاعه واراء العملاء، ده هيفيده جدا. يعني هنا مثلا بيقول لك ان اي فيديو مدته 3 دقائق هتزيد التكلفه عليه، دي التكلفه اللي احنا اوريدي حددناها. يعني انت كعميل لو طلبت مني فيديو المده بتاعته زادت عن 3 دقائق، لا الفيديو بتاعي مش هيبقى $70. هو انا اوريدي الفيديو بتاعي الواحد ثمنه $70، ولكن لو انت طلبت فيديو واحد والمده الفيديو ده زادت عن 3 دقائق التكلفه هتزيد. كده احنا ممكن نخش على الجوله اللي بعدها. الصفحه ال10 انا بتكلم فيها عن هويتي، وان انا شغال في المجال ده بقالي كتير، ببذل فيه معظم مجهودي ووقتي. فكل اللي عليا اعمله ممكن اغير الديسكريبشن ده عن طريق شات جي بي تي زي ما شرحنا قبل كده الفكره، او ممكن كل اللي عليا اعمله ابتدي اخد الكلام ده كده وابتدي اغير الاسم بتاعه بس بالمنظر ده. ولكن انا برضو عشان اكون يعني ايه احترافي معاك، فكره ان انت تغير الاسم بس وما تغيرش الديسكريبشن كله ده هيلبسك في حيطه. ليه بقى؟ لان في ناس كتير جدا هتبتدي تستخدم التمبلت ده، فالعميل هيفهم ان انت
مش شخص احترافي كده خالص، لا ده انت كده بقى ايه، في مليون واحد عامل الموضوع ده، فاهم؟ فمش عايزك نوعا ما تبتدي تنجرف في قصه ان انت بتعدل بس، انا عايزك احترافي تعدل الصيغه كلها. يعني يا رب تبقى فهمت الفكره الاساسيه. البيج ال11 والاخيره نفس الكلام كالعاده، هبتدي اخد الصوره بتاعتي اضيفها هنا بالشكل ده، ممكن ابتدي اصغر الصوره واكبر الصوره بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، اتحكم في التمبلت نفسه. وطبعا انا كل اللي اعمله غير الايميل بتاعي ورقم التليفون بتاعي من هنا والكلام ده كله، ماشي. وليكن مثلا انا خلصت التمبلت بتاعي، ايه اللي المفروض اعمله بعد كده؟ بضغط على كلمه شير بالشكل ده، بعد كده هعمل داونلود عادي جدا عشان ابتدي احفظه، وممكن اختار PDF واعمل داونلود، انا كده حفظت التمبلت بتاعي. وفي حاجه تانية بقى مهمه قوي ممكن اعملها، ودي مهمه جدا، هضغط على كلمه شير والاحظ ان عندي حاجه اسمها بابليك فيو لينك، يعني يبقى معايا لينك اي حد خارجي اديله اللينك ده يخش على موقع كانفا بطريقه غير مباشره ويبتدي يشوف شغلي او البورتفوليو بتاعي ازاي. هضغط على شير واضغط على كلمه بابليك فيو لينك، وبعد كده هضغط على كلمه كرييت بابليك فيو لينك، هيديني لينك هيقول لي بتاعك او ضيف رموز لللينك بتاعك عشان لو عايز تسهلها. ممكن انا اقول له خالد صابر مثلا 982، وبعد كده هقول له كلايم يور لينك بالمنظر ده. ولكن انا عشان اعمل كلايم يور لينك او ابتدي انسخ اللينك بتاعي لازم ابقى معايا اشتراك مدفوع من موقع كانفا. وعلى فكره مش لازم تدفع فلوس بشكل مباشر، في ناس كتير جدا 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 بتبيع اشتراكات مدفوعه لموقع كانفا على فيسبوك، فخلي بالك من النقطه دي. ممكن تشترك مع واحد في اكونت كده. انا لو حفظت البورتفوليو بتاعي هلاحظ ان البورتفوليو بتاعي ده بقى شكله زي ما انتم شايفين، تمام؟ دي الصيغه بتاعت البورتفوليو بتاعي اللي انا كده شغال عليه. زي ما انت ما شايف انا اهم حاجه عندي ان اكون مركز وملاحظ على التفاصيل والتسلسل التفاصيل. دلوقتي احنا عملنا بورتفوليو خلاص على موقع كانفا، وده يعتبر واجهه لينا. دلوقتي احنا محتاجين يبقى عندنا سابقه اعمال. هنعمل سابقه الاعمال ازاي؟ لازم اجمع كل حاجه حواليا اقدر اصور لها فيديو، يعني مثلا ميكروفون، فازه حلوه، اجمع شوكولاته كيت كات مثلا، اي حاجه ممكن اقدر اصورها فيديو واضيفها لسابقه اعمالي واقول ان انا تعاقدت مع الشركه بتاعتها وتعاملنا مع بعض قبل كده. حتى لو كان المنتج ده انت ما تعاملتش مع الشركه معاه قبل كده، زي ما ليكن مثلا اي منتجات شعبيه، اي مثلا خلينا اقول لك ايه، مشروب مثلا مش معروف في السوق، قهوه مش معروفه، يعني مثلا نوع قهوه معين في السوبر ماركت انت شفته مش معروف مثلا، زوريه، فازه، اي حاجه من ضمن الحاجات دي. وبعد كده تروح تصورها فيديو ماشي بفويس اوفر محترم، وبعد كده تروح فاتح جوجل درايف وتبتدي تعمل فولدرات زي الفولدرات اللي انت شايفها دي، فولدر للميك اب، فولدر للعنايه بالبشره، فولدر مثلا لمنتجات، مثلا منتجات التخسيس اللي انت هتشتغل عليه. انت بقى لو هتستهدف فئه معينه، الكترونيكس مثلا، نيتش معين ليه علاقه بالالكترونيكس مثلا، فانت هتصور حاجات مثلا ليها علاقه بالالكترونيكس زي مثلا مايك، كاميرا، ماوس، كيبورد، وهتبتدي تعمل فولدرات هنا. وبعد كده جوه كل فولدر هتبتدي تحط شغلك او تقسم شغلك، يعني وليكن مثلا ده فولدر ميك اب، هتفتحه بالشكل ده هتلاقي فيديو ليه علاقه بالميك اب، تمام؟ هتلاقي الفيديو مرفوع هنا. طيب خليني اعمل مثال حي ليك. هفتح جوجل درايف بتاعي مثلا، وبعد ما افتح جوجل درايف هضغط على كلمه جديد، وبعد كده هبتدي اختار كلمه مجلد جديد، وابتدي اسمي المجلد انا هشتغل في ايه. ابتدي اسميه مثلا الكترونيات مثلا، وليكن مثلا الكترونيات، تمام؟ ده بقى قسم الالكترونيات. هبتدي افتحه بالشكل ده، وممكن جوه قسم الالكترونيات اعمل قسم تاني مجلد جديد واسميه مثلا مايكروفونات. الالكترونيات عندي قسم ليه علاقه بالميكروفونات. ابتدي افتح قسم الميكروفونات، وابتدي هنا بقى ابتدي اصور مثلا فيديو حلو للميكروفون مثلا، وليكن زي الفيديو ده، وليكن مثلا زي الفيديو ده اللي انا صورته تصوير بدائي. من افضل الحاجات اللي انا فعلا اقتنيتها وعملت زي فويس اوفر قليل عليه مثلا زي ما انتم شايفين كده. هو الفيديو مش متثبت بيتهز، انا بس صورته بشكل بدائي جدا عشان افهمك الفكره الاساسيه دي. صورت مثلا فيديو زي ده مثلا بستعرض فيه امكانيات الميكروفون، تمام؟ وبعمل عليه فويس اوفر، وبعد كده هبتدي اجي هنا واضغط على كلمه جديد، وبعد كده تحميل ملف، وابتدي ارفع الفيديو. الاحظ تحت ان الفيديو بتاعي بيتعمل له ابلود. هستنى لما الفيديو يتعمل له ابلود ونرجع تاني. بعد ما رفعنا الفيديو ده هيكون الشكل النهائي ليه. لما نضغط على الفيديو دبل كليك بالمنظر ده، الفيديو من افضل الحاجات اللي انا فعلا قدامنا زي ما انتم اقتنيتها شايفين وساعدتني كده. جدا انا اقدر
اشارك مع الشخص الشغل بتاعي ازاي، عشان ابعت بقى لحد الشغل بتاعي، وليكن مثلا انا عايز اشارك معاه قسم الالكترونيات بتاعي عشان هو متخصص في مجال الالكترونيات مثلا. يعني انا بتفاوض مع عميل وشايف ان انا خلاص اتفق معاه ان انا اخد منه شغل ميكروفون او كاميرا بمقابل والكلام ده كله. طبعا بعد ما ابعت له البورتفوليو بتاعه اللي وريتك ازاي تقدر تحمله وازاي تقدر تعمله، بضغط على القسم بالشكل ده اللي انا اوريدي انشأته ليه علاقه بالالكترونيات، وبعد كده بضغط على كلمة مشاركة الرابط أو نسخ الرابط، أو بضغط على كلمة مشاركة، وبعد كده باجي على كلمة الوصول العام وبختار بدل كلمة حصر دي أي شخص لديه الرابط. تمام. وبعد كده بضغط على كلمة نسخ الرابط. كده أنا لما بنسخ الرابط وبديه للشخص بيقدر يشوف من الآخر كده الشغل اللي محطوط جوه قسم الميكروفونات. يعني يا رب تبقى فاهم قوي التفاصيل اللي جاي أكلمك عليها دي. بس كده طبعا أنا جوه الملفات بتاعتي المفروض إن أنا أعبي شويه حاجات محترمه، قسم الميكروفونات، قسم مايكات، ابتدي اختار اشوف النيتش اللي انا شغال عليه واعبيه زي بالظبط الراجل ده كده ما معبي شغله. تمام. ده الشغل الخاص بالبورتفوليو بتاعه. تمام. الحاجات الخاصه بشغله، الحاجات اللي هو عملها قبل كده، وزي برضو الراجل ده برضو عامل نفس الكلام. طبعا انا افضل شيء اعمله لما اكون جوه قسم ملفاتي واختار كلمه جديد، هنا لازم اعمل فولدر يبقى ليه علاقه باليو جي سي كرييتور بس. يعني ممكن اسميه مثلا يو جي سي، بعد كده اضغط على انشاء. من جوه قسم اليو جي سي بقى ابتدي اسمي اكسسوارات، مايكات، ميكروفونات، زي بالظبط ما متقسمه هنا او زي ما الناس دي مقسماها بالشكل الاحترافي ده. فهمت قصدي؟ انا بس وضحتها لك كده بكامل تفاصيلها. يا رب تبقى فهمت قوي معايا النقطه دي، ازاي تقدر تقسم شغلك وتختار النيتش الخاص بيك زي ما شرحنا قبل كده. دلوقتي احنا دخلنا في جزء مهم جدا ويعتبر هو الجزء القلب، المصدر الرئيسي في شغل اليو جي سي، هو التصوير. عشان تقدر تصور فيديو كويس جدا بالموبايل بتاعك لازمك شويه حاجات. نعتبر الحاجات دي ما بتحتاجش رأس مال، يعني كلام بسيط جدا. اولا طبعا انت محتاج تليفون تصور بيه، ولو معاك تليفون ايفون هيكون التصوير هينتقل لجبهة تانية خالص، يعني حتة تانية خالص. طبعا لو ما معكش تليفون ايفون كفاية يبقى معاك تليفون الجودة بتاعت الكاميرا بتاعته كويسة نوعا ما، كويسة مش لازم جامدة قوي يعني. دلوقتي بعد كده هتحتاج اضاءة، تجيب لمبة جودتها كويسة. عرفت تجيب سوفت بوكس يبقى 100 زي الفل. لو عرفت تجيب مثلا سوفت بوكس او تقدر تجيب رينج لايت، محلات التليفونات دلوقتي بتبيع الكلام ده. من ساعه ما تيك توك انتشر والكلام ده انتشر، دلوقتي محلات التليفونات نفسها بتبيع الكلام ده. طيب يبقى انا معايا تليفون ومعايا اضاءه كويسه، والاضاءه اهم اساسا من الكاميرا بتاعت التليفون. لازم تبقى فاهم القاعده الرئيسيه دي. يبقى معاك حامل، لازم يبقى معاك حامل. شفت الفيديو اللي انا صورته؟ لو لاحظت الفيديو اللي انا صورته من شويه، الكاميرا بتتهز كده، كاميرا التليفون بتتهز مهما حاولت اثبتها، الكاميرا بتتهز. لان انا مش قاصد ده، لان انا مش مصور على حامل او على ترايبود، قاصد ان الفيديو يبقى ابتدائي جدا. فالحامل الترايبود اللي هيتحط جوه التليفون مهم جدا، اهم من التليفون نفسه برضه. انا لو معايا تليفون جودته وحشه جدا، ولكن محطوط في حامل كويس ومحطوط تحت اضاءه محترمه، جوده الفيديو هتبقى كويسه جدا. ده اللي هيخلينا ننتقل للجزء الاهم من التصوير، هو الفويس اوفر. انت ممكن تقدم فويس اوفر، بس قبل ما نخش للفويس اوفر انت ممكن تخش على امازون وتجيب حامل زي ده. شايف الحامل ده؟ وتثبت التليفون عليه بالشكل ده. هيبقى في حاجه زي كده، ستاند زي كده، تحط التليفون هنا بحيث ان التليفون تقدر تصور والمنتج بتاعك هيكون تحت كده. فلما التليفون يبقى كده، بص التليفون يبقى كده اهو ثابت اهو، الكاميرا بتاعته هنا والمنتج تحتك كده بشكل مباشر، هيكون دقة التصوير كويسة جدا. فتقدر تشتري حامل زي ده مثلا من على امازون او اي حامل. اهم حاجة انت فهمت الفكرة. بعد كده هنخش لنقطة الفويس اوفر. عشان تقدر تسجل فيديو احترافي وتعرف تتفاوض على الجودة بتاعت الفيديو، وتبقى عندك فيديو مثلا ب$10 وفيديو ب$20، بتضيف ميزة الفويس اوفر، ان انت يبقى عندك امكانية ان الفيديو بتاعك يبقى ليه صوت، تعلق على الفيديو بصوتك. فلما تعلق على الفيديو بصوتك هتعلي الجودة بتاعت الفيديو. وطبعا الشخص اللي هيتعاقد معاك لما يلاقيك بتعلق على الفيديوهات اللي انت مصورها بصوتك هيبقى مصر ان يتعاقد معاك، لان انت بتعمل ريفيو بصوت وصورة، مش مجرد بتعرض الفيديو وتقعد تعمل عليه بضوافرك كده زي الناس ما بتعمل يعني. فالفويس اوفر هيفيدك. بكام ميكروفون بويا ام 1 على موقع جوميا مثلا؟ 350 جنيه، كلام بسيط جدا. فانت معاك حامل ب 300 جنيه مثلا، معاك ميكروفون 350 جنيه مثلا، معاك اضاءه ممكن تكلفك 150 او 200 جنيه.
كل ده بادجت اقل من 1000 جنيه. تقدر تبدا في المجال ده باقل الامكانيات الممكنه. مش عايز تجيب الكلام ده كله ومعاك تليفون جوده الميكروفون بتاعته كويسه، مش تحتاج اصلا مايك. يعني الفيديو اللي انا صورته من شويه، على فكره الفيديو ده ما كانش فيه مايك محطوط في التليفون، والله ما كان فيه مايك حتى. يعني المايك ده مثلا ما كانش محطوط في التليفون. فيعني ركز في التفاصيل دي. وتقدر على فكره تسجل بالتليفون وتعمل حاجه اسمها نويز ريدكشن، تحذف الضوضاء. وفي ظل وجود الاي اي دلوقتي، حذف الضوضاء من الفيديو وانك تخلي الصوت بتاع الفيديو احترافي، ده بقى سهل جدا. انا صورت فيديو بالتليفون بتاعي، والتليفون بتاعي محطوط جوه ترايبود او حامل بفويس اوفر احترافي بميكروفون بويا مثلا، وظبطت الفيديو وهندمته من غير مونتاج. بقى الفيديو ده لا قيمه له، هيبقى فيديو عشوائي ملوش اي لازمه. فعشان تقدر تعمل مونتاج بالتليفون بتاعك من غير كمبيوتر، عندك برنامجين يعتبروا من افضل البرامج للمونتاج. هتختار واحد بس منهم وتتعلمه. عندك كاب كات، وعندك برنامج في ان. طبعا انا لو شرحت لك كاب كات بس ان محتاج ساعه، يعني بص فيديو زي ده مثلا كورس كامل على كاب كات لمده ساعه كامله. ساعة كاملة هتستثمرها في وقتك. بعد ما تخلص الفيديو ده هتخش تشوف الفيديو ده بتاع أستاذ عمرو مثلا، تمام؟ فيديو كامل مدته ساعة. أو تقدر تنزل أو تشوف كورس مكون من مثلا 29 فيديو بيشرح لك كل حاجة عن كاب كات. معاك انك تتفرج في فيديو واحد ملخص، او معاك ان انت تتفرج على كورس كامل مشروح فيه كل حاجة. يوتيوب ما سابش حاجة. طيب في ان نفس الكلام. في ان يعتبر شبيه لكاب كات برضو، في فيديوهات 20 دقيقة وساعة زي ده مثلا بيشرح لك كل حاجة على في ان مثلا. طيب انا اللي عايز اوصله لك ان انت بعد ما تحترف في المونتاج، بعد ما تبقى كويس جدا في المونتاج، هتخلي الفيديوهات بتاعتك احترافيه. هتعمل تصحيح الوان، كلر كوريكشن، هتقطع في الفيديوهات بتاعتك. اي خطا هترتكبه اثناء الفيديو هيبقى سهل عليك جدا ان انت تتلافاه في المونتاج. مش هتقعد تعيد وتزيد كل شويه. لو الاضاءه عندك اساسا تعبانه، هتقدر تحسن جوده الاضاءه بالمونتاج. يعني المونتاج هيخلي لك الفيديو بتاعك فعلا في حته تانية. طيب انا عملت شغل خاص بيا، عملت فيديوهات وعملت مونتاج ورفعت الفيديوهات بتاعتي دي على جوجل درايف، وبقى عندي بورتفوليو محترم من على كانفا، شرحنا برضو نعمله ازاي. وبقى عندي سابقة اعمال كويسة جدا على جوجل درايف، ورتبت شغلي. دلوقتي انا محتاج اتواصل مع العملاء واقنعهم بنفسي. كل اللي عليا اعمله هفتح مثلا الجروب بتاع اليو جي سي ايجيبت كريتورز مثلا، او اي جروب خاص باليو جي سي. هلاحظ ان اول ما بخش على الجروب بلاقي الناس طالبه شغل. بدور على يو جي سي في مجال الاكل، محتاج يا شباب يو جي سي لمنتجات اكسسوارات العربيات، وتلاقي ناس كتير جدا جدا يعني بتعرض ان هي بتطلب شغل. وتلاقي ناس بتعرض شغلها على الدرايف بتاعها، وزي ما انت ما شايف جوجل درايف عارض عارضه شغلها. وتلاقي ناس هنا برضو عارضه شغلها. طيب كويس قوي. يبقى انا اصبح معايا اقدر اتواصل مع اي عميل انا عايزه، لان انا كونت مجال نيتش. لازم تبقى متخصص في نيتش معين. يعني ما ينفعش مثلا بتاع الاكل ده يعمل شغل اكسسوارات العربيات، فيش منه، ما ينفعش. كان كله اشتغل كله. لازم تختار النيتش الخاص بيك، يبقى النيتش بتاعك متخصص قوي. ولو عندك ماكرو نيتش كمان يبقى افضل. احنا شرحنا الجزء ده في الجزء النظري وهعيده لك تاني على السريع. لازم يبقى عندك نيتش خاص بيك. انا اكل، فانا شغال اكل. بص كلميني انا محتوى عن الاكل، مطاعم ولا ريفيوهات من البيت، وهكذا. تخش مثلا تكلم العميل، تبعت له رساله، او تبتدي تبعت له رساله او تكتب له كومنت، وتبتدي تتواصل معاه وتعرض له الدرايف بتاعك، جوجل درايف بتاعك، وتدي له الصوره بتاعت البورتفوليو بتاعك والشغل اللي انت عملته قبل كده والصور اللي انت صورتها قبل كده، وهكذا. فهمت قصدي؟ فهمت الفكره الاساسيه؟ فانا تواصلت مع العميل دلوقتي بقى، وحصل ديل ما بيني انا وعميل. ازاي اقدر اخد افضل سعر؟ هوريك الكلام ده عمليا وانا بتواصل مع عميل مثلا. طبعا ده عميل انا اتكلمت معاه المره اللي فاتت، والعميل ده يعتبر من اسهل العملاء اللي انا خدت الشغل منها بسهوله، يعني من غير ما يقتنع اقتناع تام. انا كل اللي عملته له ساعتها ان انا حطيت له اللينك بتاع البورتفوليو بتاعي واللينك بتاع الدرايف بتاعي، وهو دخل كلمني اقتنع بالشغل بتاعي. فانا دخلت كلمته على الماسنجر: مساء الخير، انا اقدر انفذ لحضرتك خدمه اليو جي سي بافضل دقه وافضل سعر. قال لي: هل انت عندك خبره في المجال ده؟ لان المنتج ده رقمي عباره عن ميكروفون من شركه انكر. طبعا انا هو كان قصده كانت كاميرا مش ميكروفون، يعني هو كتب الكلمه دي غلط، بس انا ما عدلتلوش ما صححتلوش. يعني مش تفرق معاه بقى مايك من سماعه. هو ده المنتج على فكره اللي هو بعته لي واللي انا اتكلمت عنه المره اللي فاتت.
قلت له عندي خبره كويسه جدا واقدر اقدم لك اكتر من عرض وحضرتك اختار العرض المريح ليك. قال لي اتفضل عندك عروض ايه؟ اديته عروض. قلت له عندي فيديو احترافي بالموبايل بمونتاج بسيط جدا يضمن لك عملاء، هتكون التكلفه $5. ماشي. طبعا انا في البورتفوليو بتاعي مش كاتب اسعار، يعني انا وانا بشرح لك ازاي تقدر تعمل بورتفوليو من كانفا انا قلت لك انك ممكن تحط اسعار وممكن ما تحطش اسعار، فانا ما حطيتش اسعار، انا اديته الاسعار دلوقتي. قلت له الفيديو هيكون بالموبايل احترافي بمونتاج بسيط يضمن لك عملاء وهتكون التكلفه حوالي $5. الفيديو التاني هيكون فيديو بالموبايل بتصوير وباضاءه ممتازه ومونتاج متوسط، وما حددتلوش التكلفه خالص. الفيديو لان انا بستهدف انه يختار العرض التاني وهتفهم ليه. قلت له الفيديو الثالث فيديو بكاميرا احترافيه واضاءه احترافيه ومونتاج احترافي هيكون بقيمه $25. طبعا انا كاتب له اسعار قليله جدا 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 عشان هو يختار ان يشتغل معايا. طب هو ليه اختار المنتج التاني؟ طب هو ليه اختار العرض التاني وانا كنت متاكد ان هيختار العرض التاني؟ لان انا اشتغلت على عقله اللاواعي، ان انا اديته شغل بيزك قوي ابتدائي قوي تمام في العرض الاولاني، وفي العرض الثالث اديته شغل برضو احترافي قوي. فهو طبيعي هيبقى انا عايز حاجه في النص كده، يعني مش عايز اتكلف $5 بس او $25 اديله. فانا طبعا العرض الثاني فعلا زي ما هو قال لي العرض الثاني هيكون مناسب ليا. فانا قلت له انا عايز تفاصيل عن المنتج. ابتدى قال لي ان هي كاميرا انكر وصحح الغلطه بتاعته. وقال لي ان هي كاميرا ويب للكمبيوتر واللابتوب مع ميكروفون ستيريو بميزه الغاء الضوضاء بالاي اي، مجال رؤيه قابل للتعديل، تصحيح للالوان والاضاءه المنخفضه والكلام الجميل ده كله. طيب هو ابتدى يديني صوره للمنتج. قلت له كويس جدا، هبعت لك العنوان عشان تشحن لي المنتج. قال لي منتظرك، وقال لي كمان يا ريت تبعت رقم الهاتف لسهوله التواصل. طبعا بعت له العنوان بتاعي عشان يشحن لي المنتج، وبعت له كمان رقم التليفون بتاعي عشان يكون في تواصل ما بيننا. راح هو قال لي ما هي المده اللي انا هستلم فيها الشغل بتاعي؟ قلت له انا ساعتها يوم 1. بعد كده انا سلمت الشغل وخلصت الشغل اللي هو اداهولي والكلام الجميل ده كله. راح قال لي شكرا، بيبعت لي بقى رساله. انا طبعا كان التواصل ما بيني وما بينه والفيديو اتبعت والكلام ده كله على الواتساب. بيشكرني على الشغل اللي انا عملته، بعت لي رساله بعدها بيوم او يوم ونص تقريبا وبيشكرني على الشغل اللي انا عملته له. طب انا ليه قصدت اوريك العميل ده او ليه عدت لك الشغل مع العميل ده بالذات؟ عشان اقول لك ان فعلا الموضوع مش معقد، بيبقى شات صغير قوي بينك وما بين العميل والديل بيتم بمنتهى السهوله. فعلا الموضوع سهل جدا، التعامل ما بينك وما بين العميل ما بيبقاش صعب. بص انت عشان تقدر تتعاقد مع العميل لازم تفهم نقاط اساسيه. عشان تضمن العميل والعميل ما يخلعش منك لازم تضمن شويه حاجات كده اساسيه. اولا ان انت تديله افضل سعر. تاني حاجه يلاحظ ان لغتك لبقه تمام، تقدر تتعامل بسهوله وتقدر تديله اكتر من اختيار واكتر من عرض واكتر من ميزه. تالت حاجه طريقتك في ان انت ما تبقاش مدلوق عليه زياده عن اللزوم. لا ده انت راجل يو جي سي كرييتور احترافي وبتتعامل مع براندات كتير، ولازم ما ترسملوش البحر طحينه. ما بقولكش ارسم له البحر طحينه، انا بقولك خليك احترافي في التعامل مع العميل، احترافي ما تدلقش عليه زياده عن اللزوم. طيب انا خلصت وبعت له الفيديو، هل مجرد ما اخلص اديله الفيديو كده زي ما هو طب ياخد شغلك وما يدكش مليم؟ تضمن منين ان هو العميل نفسه، ما انت ما تعرفوش، ده اول تعامل ما بينك وما بينه، تضمن منين ان العميل مش هيسرق شغلك؟ علشان تضمن 100% ان العميل مش هيسرق شغلك، وليكن مثلا ده شغلك، ده الفيديو بتاعك اهو، ده الفيديو اللي انت اوريدي خلاص اشتغلت عليه وعملت له فويس اوفر وعملت له مونتاج والكلام ده كله افتراضا يعني. طيب هتروح على اي برنامج مونتاج مثلا وتبتدي تعمل علامه مائيه لنفسك، تكتب مثلا هنا خالد مثلا وليكن بالشكل ده، تسيبها له في نص الفيديو، وبعد كده تاخد الفيديو بتاع ده شغلك اللي انت اوريدي عملته له، مش كل الفيديوهات اللي انت هتبقى منزلها على البورتفوليو بتاعك. الشغل ده عادي، ده مش هتنزله بعلامات مائيه. هتاخد شغلك بالشكل ده وهتكتب عليه اسمك وبعد كده شير، وبعد كده بعد ما الفيديو اللي هو بتاعه اللي هو خلص بعد المونتاج وتصحيح الالوان والكاتس والكلام ده كله هتاخده وتحط له اسمك وتروح باعته له. شافه وعجبه تمام، هتاخد فلوسك على انستا باي مثلا او على فودافون كاش. بعد ما تستلم فلوسك هتروح تاخد الفيديو بتاعك وتشيل منه العلامه المائيه دي وتروح باعته له صافي بقى سليم بقى، اللي هو ياخده بقى ينزله على النت يسرقه وانت خلاص بقى خدت حسابك. النقطة دي مهمة جدا 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 جدا، عشان اكون صادق معاك دي من اهم الحاجات اللي انت عشان ما تاخدش على عينك
بعد ما تتعب في الشغل مع العميل والتفاوض والكلام ده كله يجي يسرق منك شغلك. وبعدين ازاي احافظ على العميل بتاعي بعد ما خلاص اوريدي تم ما بيننا الديل وخدت فلوسي؟ هل كده بالنسبه لي العميل ده انتهى؟ يعني هل بالنسبه لي الشخص اللي انا اتعاملت معاه ده خلاص؟ لا طبعا. لازم تبقى فاهم ان انت اصبح معاك كنز، عميل اتعاملتوا مع بعض والديل تم ما بينكم، لازم تحافظ على الشخص ده. تحافظ عليه ازاي؟ بحاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت تبقى على تواصل معاه. لاحظت ان هو نزل منتج جديد، تخش تكلمه تقول له ايه رايك نعمل شغل تاني مع بعض، هقدم لك عرض اوفر كويس جدا احسن من الاوفر اللي فات، وهكذا. هتبتدي تتواصل معاه. فلازم تبقى فاهم انك تواصلك الدائم مع العملاء، بس مش تخش ترغيلي معاه. يعني انت هتخش تكلمه لهدف او لسبب معين لما يبقى طرح شغل جديد. تاني شيء، طريقتك واحترامك في التعامل مع العميل. لما تتعامل مع العميل باحترام كبير جدا، العميل بعد كده هو اللي هيخش يكلمك لما هو يعمل شغل جديد او يبتدي يطرح منتج جديد. هتبقى انت بالنسبه له الخيار الاول الامثل في التعامل، لان هو اكيد هيبقى قدامه خيارات كتير. سهل جدا. ده انت لما واحد بيطلب عميل يو جي سي ممكن 10 او 20 او 50 واحد يخشوا يكلموه. هيختارك انت لان اتعامل معاك قبل كده، لان شاف ان انت شخص محترم واحترافي. تالت حاجه والحاجه الاخيره والاهم، ميعاد تسليم الفيديو. اتفقتوا على يوم فهو يوم الا دقيقه انت خسران. لو سلمت شغلك بعد كده، يعني بعد يومين، ممكن يقولك مش عايزه. ولو سلمت شغلك قبل كده هيقول ان انت كروته. فانت اتفقت على وقت تسلم في الوقت ده، مش قبل ومش بعد، في الوقت بتاعك. طبعا هو هيكون احب على قلبه ان انت تسلمه الشغل على طول، بس انت هتسلمه في الوقت اللي انت اتفقت معاه عليه. اخر حاجه، الاحترام المتبادل ما بينكم، وان هو لما يطلب تعديل ما تملش. يعني لما يطلب منك تعديل على الفيديو هو مش بيرخم عليك، هو الفيديو عايزه يطلع بطريقه معينه، لازم تسلمه الفيديو بالطريقه اللي هو عايزها. ده هيخليه يثق فيك في المره الجايه، يقول ده ما زهقش مني، ده انا طلبت منه كذا تعديل وهو عاد. لازم تسلم الفيديو كامل مكمل، ما تكروتش في الفيديو.